عودة نجم الأهلي، عودة اللاعب رقم 1 في فريق النادي الأهلي هيكون موجود إن شاء الله يوم الجمعة القادم في مباراة العودة أمام صن داونز. اللاعب عد معايا يا كبير، ما هو ده اللي لازم يكون لاعب عالمي، لاعب رقم 1، لاعب هو الروح والفن والهندسة وكل زي ما أنت عايز تقول. اللاعب رقم 1 للنادي الأهلي وهم الشياطين الحمر، نجوم فريق النادي الأهلي كلهم هيكونوا موجودين يوم الجمعة القادم. شوقتنا يا عم، مين يا عم النجم العالمي ده اللي هيرجع وهيكسر الدنيا؟ كل الكلام ده رقم 1 جمهور النادي الأهلي اللي خلص التذاكر في خمس دقايق. 5 دقايق يا باشا كانت التذاكر خلصانه. انا ما اعرفش التذاكر نزلت امتى، قمت الصبح النهارده لقيت التذاكر خلصانه. ازاي؟ ما اعرفش، مع ان انا واعد حضراتكم ان انا هكون في الماتش وهجيب لكم كل التفاصيل وهتصور مع الكابتن محمود الخطيب، ولكن هحضر وهاخد دعوه من الكابتن محمود الخطيب وهروح الماتش وكل التفاصيل هلقينها لك من هناك باذن الله. بعوده استاد القاهرة، استاد الرعب بجمهور النادي الأهلي، اللاعب رقم 1 الأهلي هيكسر الدنيا وهيصعد للنهائي، ونقابل أيا كان بقى، أيا كان مين مش هتفرق معانا. والبطولة يا أهلي البطولة يا أهلي ال13 لن نتنازل عنها أيا كان طول ما معاك جمهور النادي الأهلي في استاد الرعب. حط في بطنك بطيخة صيفي، اللاعب هيطلع 200% من مستواه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعين قناة إكرامي محمود في كل مكان، تحية طيبة لكم جميعا. وقبل ما نخش في تفاصيل الحلقة الجبارة نبدأ حلقتنا معاكم كعادتنا بذكر الله. فلا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لايكك يا كبير لأن في ناس هتطير، لايكك يا كبير لان في ناس هتطير. واضرب اللايك، واللي مش مشترك في القناه يتفضل ويشرفنا باشتراكه على دماغي من فوق ويفعل زر الجرس ليصله كل ما هو جديد. ايه يا عم المواضيع؟ لغايه ما نمت الساعه 12 بالليل امبارح ما كانش فيه تذاكر نزلت. قمت الصبح التذاكر نزلت امتى وخلصت امتى؟ هو ده جمهور النادي الاهلي، هو ده اللاعب رقم 1. هي دي عودة النجم العالمي للنادي الأهلي باكتمال استاد القاهرة كسجادة حمراء بجمهور النادي الأهلي. هو ده الكلام يا باشا، هو ده الكلام. بقالنا قد إيه ما شفناش استاد القاهرة سجادة حمراء؟ آخر مرة شفناها كان مباراة العين الإماراتي، لما عملنا ملحمة وادينا العين الإماراتي بكامل نجومه بكامل صفقاته الجبارة ادينا له 3-0. هو ده جمهور النادي الاهلي وعوده الروح وعوده اللاعب رقم 1 لكل لاعب اهلاوي. هو ده الكلام. بس انا زعلان انا ما لحقتش تذكره. بيقول لي خليك في الانتظار. طب انتظار ايه؟ انا عايز تذكره يا باشا. ده 100,000 متفرج اهلاوي هيكونوا في الاستاد، عايز تذكره يا بيه. يقول لي خليك في الانتظار. ده جمهور جبار بما تحمل الكلمه من معنى. جمهور يعني ما بينامش في حب النادي الاهلي. انا بقول لك نايم الساعه 12 بالليل، قمت الصبح ما لقيتش تذاكر، بيقول لك التذاكر خلصت. يلا طب ازاي الكلام ده؟ زي الناس. هو ده جمهور النادي الاهلي. تحيه ومليون تقدير للاعب رقم 1 في النادي الاهلي وهو جمهور النادي الاهلي. قولا واحدا. طيب خلاص مش هنحكي بقى في المباراة اللي خلصت 0-0 وكان في الإمكان أفضل من مكان وكان هتحقق أول فوز وانتصار على صن داونز في جنوب أفريقيا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ولكن دي نتيجة خادعة، نتيجة 0-0 نتيجة خادعة، ولنا معها أمثال كتير ومش عايز أفكرك. يعني أنا مش عايز أفكرك لأن مفيش أهلاوي مش فاكر يوم نهائي 2007 لما تعادلنا مع النجم الساحلي هناك 0-0 وكل الناس هنا قالت خلاص البطولة اتحسمت. جينا هنا شلنا 3-1. لا قدر الله
كل واحد يعرف مسؤولياته وكل لاعب يعرف واجباته، باذن الله نعدي صن داونز ونوصل للنهائي وناخد البطوله رقم 13. ال 13 يا اهلي، ال 13 يا اهلاويه، ال 13 يا اهلاويه. باذن الله كل التوفيق باذن الله للنادي الاهلي، نشوف مباراه ولا اروع ولا اجمل ونوصل للنهائي ونكسر مقاديف اي حد يجي قدامنا. حلو الكلام؟ طيب انا هفرجك على حاجه دلوقتي يعني للاستاذ ابراهيم المنيسي، يعني الصحفي العالمي في النادي الاهلي، لما بيشكر ويتمزج ويتغنى بجمهور النادي الاهلي اللي خلص 67,000 تذكره في 5 دقائق. حاجه يعني من الاخر كوره لمبوريه ماشي، بس هو ده جمهور النادي الاهلي، هو ده حامل حمى وحامل كيان. فرجنا يا عم ونرجع نتكلم، فرجنا. جمهور ملوش حل. الحقيقه شركه تذكرتي بمجرد ما اعلنت ليله امبارح عن بدء الحجز في تذاكر لقاء الاهلي وصن داونز مباراة العودة في نصف النهائي اللي هتبقى يوم الجمعة الجاية إن شاء الله في استاد القاهرة الساعة 7 مساء، حتى نفذت التذاكر. ناس كتيرة عمال تكلمني تقول لي قالوا لنا خليكم في الويتنج ليست، يعني قائمة الانتظار، وناس كتيرة قال لها التذاكر خلصت في دقايق قليلة، كانت الساعة الكاملة للاستاد تذاكرها خلصانة. هو ده الجمهور اللي ملوش حل، وهو ده اللاعب اللي النادي الأهلي بيحتاجه دايما، وهو ده اللي انا قلت لكم عليه في الفيديو السابق. الاهلي هيستعيد في مباراة الجمعة افضل لاعب عنده، ودي حقيقة في كل المناسبات الكبيرة اللي بهذا الحجم هتلاقي احسن لاعب ضمن تشكيل الفرقة ان شاء الله تعالى. الاهلي مع عودة البعثة صباح اليوم بسلامة الله من جوهانسبرج، كولر بيمنح اللاعبين راحة النهاردة الاحد، الاثنين هيشوف اذا كان هيكمل الاثنين في راحه ولا هيبدا التدريبات على طول استعدادا لمباراه الجمعه. وان كنت اتمنى انه يبدا على طول يوم الاثنين، لانه الحقيقه الحاله اللي واضح فيها الفريق بقاله شويه الحاله البدنيه ما هياش احسن، واتمنى مراجعه الوضع البدني للفريق والحاله جمهور البدنيه. الاهلي يجبر اي حد يتغنى بيه، جمهور الاهلي يجبر اي حد يتغنى بيه، ولكن نقفل بقى صفحة الجمهور، كلنا ورا النادي الاهلي وفي ظهر النادي الاهلي، ولكن اللاعب اللي اسمه جراد بشار لاعب من الاخر عالمي، دفاع تلاقيه، هجوم تلاقيه، نص تلاقيه، صانع، كل حاجة بيعملها في الملعب جراد بشار. هو وامام عاشور الفريق كله مكتمل والحمد لله، كله بدون اصابات والحمد لله. يوم الجمعة ان شاء الله باذن الله نفرح معظم شعب مصر، 80 مليون اهلاوي اللي في شعب مصر كلهم يفرحوا يوم الجمعه القادم ان شاء الله. موعد المباراه الساعه 6 مساء. كل ما هو جديد هتلاقيه مع العبد لله. عشان ما اطولش عليك، لايكك يا كبير وشيرك واشتراكك نوصل الحلقه دي لكل الناس، واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله.